يا مساء المانجا على كل المانجا. الحلقه دي هنقيم وهنجرب وهنشوف مين بيعمل انضف شوكولاته بالحليب في مصر. الحلقه هتكون معتمده اعتماد اساسي على المكونات، وهنعمل حلقه تانية عشان نحكم فيها على الطعم. تقولي ليه يا منجوم مقسمهم حلقتين؟ اقول لك علشان المكونات بيكون فيها تفاصيل كتير قوي، بيكون فيها حاجات كتير لازم نتكلم عنها، فالطعم هيتظلم في الحلقه. هنعمل حلقه تانية نحكم فيها على الطعم وبس. وفي الحقيقه يا منجوكس انا جايب لك تقريبا كل انواع الشوكولاته بالحليب اللي موجوده في السوق، من ارخص نوع لاغلى بار شوكولاته موجود في السوق، من شوكولاتات مصريه اصيله لشوكولاتات مستورده، شوكولاته من مصر مع شوكولاته من ايجيبت. يعني الخلاصه تجربه مختلفه ومتنوعه وفيها انواع كتيره جدا من الشوكولاتات اللي موجوده في مصر. دور منجوم في الحلقه دي ان هو يفصص لك الشوكولاتات دي عشان تطلع في الاخر بمعلومه او باجابه لسؤال مين بيعمل انضف شوكولاته بالحليب في مصر. الحلقه هتكون متقسمه زي تقسيمه الملاكمه، مقسمينها بالاوزان، لان بصراحه شايف ان دي التقسيمه المنطقيه للحلقه. فمثلا هنبدا اول نوع من 60 جرام ل 70 جرام او 75 جرام، وال 15 جرام اللي انت ممكن تكون شايفهم قليلين دول ليهم فروق اسعار جنان. هنرتب المجموعه الاولى من الارخص للاغلى، واول شوكولاته معانا هيكون اسمها ريليفنت. الشوكولاته دي 70 جرام بسعر 45 جنيه، وده يعتبر ارخص سعر في الحلقه. ومع بصه سريعه للمكونات هنلاقي ان ريليفنت بادئ المكونات بتاعته بالسكر. طب ده معناه ايه؟ معناه ان السكر اعلى نسبه مكون موجوده جوه الشوكولاتات. ده العرف بتاع الليبلنج او بتاع المكونات. المكون الاول هو صاحب اعلى نسبه في المنتج ده، ولما نيجي نترجم ده عملي على المكونات هنلاقي ان لكل 100 جرام 51 جرام ونص سكر، يعني 51.5%. استبينا؟ طب هل البدايه دي بتشاور لي على حاجه؟ اكيد بتشاور، لان وجود نسبه السكر بالنسبه العاليه دي معناها ان انا عايز اداري على حاجه تانية، او اداري على حاجه مش موجوده. تفتكر هي ايه بقى الحاجه اللي مش موجوده دي؟ زبده الكاكاو، وهي المكون الاساسي لاي شوكولاته موجوده على كوكب الارض. والراجل هنا معترف وما انكرش وقال لك ان هي ميلك تشوكلت ويز سي بي اس. منجوكس يقول لي يعني ايه السي بي اس دي يا منجوكس؟ اقول لك كوكو باتر سبستيتيوت، باللغه العربيه اللي احنا متعودين عليها بدائل زبده الكاكاو. ايوه، يعني بيستخدمها ليه؟ علشان ارخص، علشان بتدي تماسك اكتر للشوكولاته في الحر، علشان ده يعتبر منتج اقتصادي. يبقى اذا احنا قدام حاجه ما اقدرش اقول عليها شوكولاته، لكن اقدر اقول عليها تركيبه. النقطه الايجابيه اللي عنده ان هو مستخدم مسحوق الكاكاو وعجينه الكاكاو او الكوكو ماس، ودي تعتبر حاجات من ريحه ثمره الكاكاو، لان في منتجات تانية ما بتستخدمش اي حاجه من الكاكاو ومعتمدين بس على الزيوت النباتيه والبدائل. مستخدم حاجه اسمها الليسيسين اي 322، ودي تعتبر حاجه شائعه جدا جدا في صناعه الشوكولاته وصناعه منتجات تانية، ومش مصنفه ان هي حاجه خطر، بل مصنفه ان هي امنه من المؤسسات الطبيه العالميه. مهمتها ايه؟ ان هي تخلي قوام الشوكولاتايه انعم وبتمنع انفصال الدهون. الحاجه الاخيره اللي هو مستخدمها الفانيلين، وده يعتبر مكون صناعي بديل للفانيليا الطبيعيه، مش خطر برضه، لكن وجوده معناه برضه ان احنا لسه بنسترخص علشان نعمل منتج اقتصادي. فريليفنت من ناحيه نظافه المكونات 5 من 10. النوع الثاني معايا وهو اشهر نوع شوكولاته احنا اتربينا عليه، وهي شوكولاته كورونا. طبعا كورونا موجوده في السوق المصري من سنه 1919، يعني في يناير الجاي تتم 108 سنه. وهنا كورونا عمل تويستايه شويه في المكونات برضه بادئه بالسكر، بس الفرق بينه وبين ريليفنت ان هنا في زبده كاكاو حقيقيه مع عجينه الكاكاو ومسحوق الكاكاو. طب ما ده كده منجوي، يبقى دي شوكولاته فاخره. هقول لك هي مش فاخره قوي، لانه مستخدم مع زبده الكاكاو زيوت نباتيه برضه، كاتب زيت النخيل وزيت الشيا، فهي ما تعتبرش بيور تشوكلت 100% او شوكولاته طبيعيه او صافيه 100%، لكن افضل من بدائل زبده الكاكاو الصريحه. يمكن يكون زيت الشيا ده انضف من بدائل تانية للزيوت النباتيه، لكن في الاخر اسمه زيت نباتي. الملاحظه الثانيه اللي عندي على كورونا ان هو مستخدم مع ليسيسين الصويا اضافه صناعيه ثانيه اسمها اي 476، وده عباره عن حاجه بتقلل لزوجه الشوكولاته، معتمد من الاف دي اي والمنظمات الغذائيه العالميه، لكن في ناس بتعتبره اضافه صناعيه زياده عن اللزوم. الشوكولاته مش محتاجه كل ده. فلو اتكلمنا عن مستوى النظافه مقارنه باللي قبلها واللي هي ريليفنت 6 من 10. عايزك تركز بقى معايا عشان احنا داخلين على حاجه قريبه في الوزن لكن فرق سعر خرافي. وندر شوكولاته 75 جرام انتاج مصري ب 175 جنيه، فاحنا يعتبر في فئه سعريه تانية خالص، والمفروض المكونات تكون بتعكس السعر الخرافي. فلو بصينا كده على المكونات اول بصه مع بعضينا هنلاقيه كاتب شوكولاته بلجيكيه بالحليب، بدأ المكونات بتاعته بكتله الكاكاو او الكوكو ماس، غير الاثنين اللي قبله اللي كانوا بادئين المكونات بسكر، ودي تعتبر طبعا نقطه ايجابيه جدا. مسحوق الحليب كامل الدسم، وده طبيعي جدا في الشوكولاته. المكون الثالث زبده الكاكاو، فمعنى كده ان هو مستخدم كتله كاكاو مع زبده كاكاو، ده معناه ان هو صارف في المكونات. ليسيسين الصويا طبعا موجود، وهنا بقى مش مستخدم فانيلين، مستخدم الفانيليا الطبيعي، ده برضه معناه تكلفه اعلى وجوده أعلى. فلو اتكلمنا من حيث المكونات فوندر المكونات بتاعتها بتعكس فرق السعر الضخم بينها وبين كورونا وريليفنت، وان احنا فعلا قدام بريميوم تشوك او شوكولاته فاخره. فوندر بناء على المكونات ياخد 9 من 10
مستر. نصعب الموضوع السنه كمان، موكو ب 200 جنيه. فمن المفترض ان البار ده ما يكونش فيه ولا كومنت. مع بصه سريعه على المكونات هنلاقي المكونات بادئه بالسكر، بعد كده زبده كاكاو، لبن بودره، فانيليا طبيعيه مع الليسيسين. يعني يعتبر قريب جدا جدا من مكونات وندر، او يعتبر هي نفس المكونات، بس انا عندي فرق واضح بين الاثنين. هنا اول المكونات سكر، في وندر كان اول المكونات الكوكو ماس او عجينه الكاكاو او كتله الكاكاو. مش معناه ان الشوكولاته وحشه او جودتها قليله، لكن معناه ان الكاكاو في وندر اعلى. هل كمكونات الشوكولاته دي وحشه؟ اطلاقا، بالعكس دي تعتبر من افضل المكونات اللي احنا شفناها لحد دلوقتي. لكن هل في حاجه مختلفه تبرر فرق السعر بينها وبين وندر؟ مش شايف ده. فلو قلنا تاخد كام من 10 ودخلنا السعر في المنظومه، لازم تفرق الدرجه عن وندر. 8 من 10. ندخل بقى على حاجه مختلفه جايه من خارج البلاد، وبدات اشوفها كتير جدا جدا في السوبر ماركتات، لدرجه ان في بعض الاكشاك البريميوم اللي موجوده في الشارع بيبيعوا شوكولاته مستر بيس. البار ده 60 جرام ب 280 جنيه، وده اغلى سعر في الوزن. طبعا من الحاجات المميزه ان هو ما فيهوش اي نوع من انواع الزيوت النباتيه، مفيش بدائل لزبده الكاكاو، مفيش اي اضافات او نكهات صناعيه، بيستخدم فانيليا اكستراكت او مستخلص الفانيليا، وده يعتبر اعلى نوع من انواع الفانيليا، اعلى من الفانيلين وكل الاضافات الصناعيه الثانيه. مستخدم زبده كاكاو، مستخدم كتله كاكاو، لكن برضو نفس فكره اول مكون هو السكر. وزي ما قلنا ان دي ما تعتبرش حاجه تقلل من جوده المكونات، لكن برضو لما اجي اقارنه بوندر لازم برضو هي تكسب لان هي بادئه بالكاكاو. هنا بقى المختلف ان مستر بيست عامل حته كده ايه، تعتبر حته من الحاجات بتاعه السي اس ار او الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي. بيقول لك ان الشوكولاته خاضعه لحاجه اسمها فير تريد كوكو. ده يعتبر برنامج بيهتم بحاجات ليها علاقه بالمزارعين وبعض المعايير الاخلاقيه الثانيه، حاجات ليها علاقه بالاجور، ليها علاقه بطريقه المعامله، ودي تعتبر نقطه تسويقيه قويه جدا عند مستر بيست. فلما نيجي ندي تقييم لشوكولاته فيستيفالز بتاعه مستر بيست، هنلاقي ان هو ياخد الثمانيه الطيبه زيمو، ولسه وندر متصدر في المجموعه دي. ندخل على المجموعه الثانيه وهي الشوكولاتات اللي من وزن 80 جرام ل 90 جرام. اول نوع فيها اسمه افري مومنتس، ودي عباره عن شوكولاته 80 جرام ب 50 جنيه. تغليف شكله بريميوم الى حد ما، ولكن مكتوب بمنتهى الوضوح ان هي الشوكولاته ببدائل زبده الكاكاو. بس لما نيجي نشوف الفرق بينه وبين ريليفنت اللي احنا جربناه كاول نوع، هنلاقي ان هنا المكونات بادئه ببودره كاكاو طبيعيه، لكن ريليفنت كان بادئ بالسكر. لما نيجي فعلا نبص على القيمه الغذائيه هنلاقي ان الشوكولاته دي لكل 100 جرام فيه 45 جرام سكر، لكن ريليفنت كان تقريبا 51 جرام ونص. وده بالنسبه لي شيء غريب شويه، لان المفروض والمنطقي ان السكر يكون اعلى مكون في المكونات للبار ده. والحاجه برضو اللي انا ملاحظها في المكونات ان هو كاتب فانيليا وساكت، مش كاتب لي اذا كانت فانيليا صناعيه، اذا كانت مستخلص الفانيليا، مش موضح قوي. فلما تيجي تسالني عن رايي في افري مومنتس كنظافه مكونات، ما اقدرش اديها الدرجه اعلى من ريليفنت، لان مش حاسس ان في حاجه مختلفه قوي. لو قلت لي ان عشان المكونات بادئه ببودره كاكاو، طيب ما ريليفنت كان فيها برضو بودره كاكاو. فكره الترتيب وان السكر اقل سنه، مش حاسس لانها مش سنه كبيره، ومش حاسس ان ده المفروض يديها تميز عن ريليفنت. فبالنسبه لي افري مومنتس برضو هتاخد 5 من 10. ندخل على بعد كده، ودي شوكولاته اسمها جروفي. وجروفي دي من انتاج شركه كورونا برضو. فانت لو متخيل ان احنا مش هنعرفك، لا احنا طبعا يعني مركزين وعارفين كويس قوي الانواع اللي موجوده في السوق. وهنا بقى الموضوع كلير وبسيط وواضح جدا، 80 جرام ب 80 جنيه. عامل بقى تغليف شكله بريميوم، حاجه شكلها مختلفه، يديك حق ان هي مستورده، بعيدا عن التغليف التاني اللي هو الفلو باك اللي عامل زي الورق، حاجه كده في الشياكه منه. بس الغريب ان الشكل والتغليف الشيك ده ما بيعكسش قوي المكونات اللي موجوده جوه. وانا اسف طبعا في كلمه ما بيعكسش. ليه؟ لان انا كنت متخيل على التغليف ده ان احنا هنلاقي زبده كاكاو حقيقيه، لكن لما بصيت على المكونات لقينا المكونات بادئه بالسكر، ثم بدايل زبده الكاكاو، ثم بعد كده الحليب، ومستخدم عجينه كاكاو وبودره كاكاو. لما بصيت على المكونات بتاعته والمكونات بتاعه الكورونا العاديه، لقيتها تقريبا الاثنين نسخه من بعض. وعايز اوضح نقطه مهمه جدا هعيدها تاني بخصوص بدايه المكونات بالسكر. ممكن يكون ده طبيعي جدا في الشوكولاته بالحليب. ليه؟ لان انا لو اديتك مثال بالشوكولاته اللي احنا شفناها اللي كان اسمها موكو، هتلاقيه كاتب لك عليها 41% تشوك او ميلك تشوك. ده معناه ايه؟ معناه ان البار ده موجود فيه 41% كاكاو او من مشتقات الكاكاو. طب ال 59% المفروض ان هم يبقوا ايه؟ فطبيعي ان نسبه السكر تبقى عاليه في الشوكولاته اللي بالحليب. انا بقول الحته دي عشان مش معنى ان الشوكولاته بادئه بالسكر معناها ان هي مش بريميوم. استبينا نرجع لجروفي الشاي، واللي محتاج اصحح لك نقطه مهمه جدا. انا قلت لك ان هو النسخه من كورونا القديمه، لكن لما تركز في المكونات او الفرق بين المكونات بين الاثنين، في مكون مهم جدا موجود في الشوكولاته الاوزعه الطيبه ام 40 جنيه دي، مش موجود في الشوكولاته البريميوم الفخيره ام 80. هنا مستخدم زبده الكاكاو، هنا مستخدم عجين الكاكاو وبودره الكاكاو فقط. فلو اتكلمنا من حيث النظافه الصغيره فبالتالي جروفي وبناء على كل ما سبق 6 من 10. افسحك شويه خارج البلاد وعايزك تستنى معايا شويه عشان اخر نوع حوار. قال لك ترابا، شوكولاته اوروبيه 90
جرام ب 135 جنيه، فما يعتبرش فرق سعر غالي جدا بينها وبين المصري. مكونات تقريبا قريبه شويتين من الانواع النظيفه اللي احنا جربناها، زبده الكاكاو، كتله كاكاو، حليب كامل الدسم، مزود هنا واي باودر او اللي هو بروتين شرش اللبن، يدي دسامه اعلى مع سن بروتين اعلى شويه. من المميزات بتاعته ان هو كاتب زي الشوكولاته بتاعت موكو نسبه الكاكاو كاتب 29%، فلما تيجي تقارنه بموكو كانت 41، فطبعا هي تكسب كنسبه كاكاو، لكن ك 29% تعتبر نسبه منطقيه بالنسبه للشوكولاته بالحليب. بالنسبه للبروتين شرش اللبن اللي قلت لك عليه من شويه، هو بيدي دسامه وبيدي قوام ألذ وبتاع، بس برضه هو في هنا سنه بيستذكى فيها ان هو كده بيقلل التكلفه بشكل غير مباشر، بدل ما يعتمد على اللبن بس ادى سنه الواي دي عشان يقلل التكلفه. المشكله الثانيه عنده ان هو كاتب فليفرنج بس وساكت، مش قايل اذا كانت نكهه صناعيه، نكهه طبيعيه، فانيليا، مستخلص فانيليا، مش مديني هو في انهي منطقه بالظبط، ففيها سنه ايه قله شفافيه كده تنقص منه درجه. بس السكر عنده من جوكس بوم، اعلى نسبه سكر في كل اللي جربناهم، تقريبا 61 جرام سكر لكل 100 جرام، يعني 61%، عنيف جدا يعني. وبناء على المكونات وبناء على نظافه المكونات بتاعه ترابا، اظن ممكن يقع في منطقه السبعه من عشرة. دلوقتي هندخل على المجموعه الاخيره، وهي الاوزان من 90 جرام ل 100 جرام. عندنا فيها 4 شوكولاتات، هنبدا بارخص واحده فيهم اسمها نوفي، شوكولاته 100 جرام ب 149 جنيه، والغريب ان هي شوكولاته مستورده. نوفي تعتبر من اشهر الشوكولاتات في ايطاليا، كاتب لك ان نسبه الكاكاو 30%، اقل من موكو واعلى سنه صغيره من ترابا، لكن ال 30% اظن هيدوا طعم كاكاو محترم. برضو بادئ مكوناته بالسكر، بعد كده زبده الكاكاو، الحليب مع كتله الكاكاو ولسيسين الصويا، ودي تعتبر تركيبه نظيفه جدا بدون اي اضافات صناعيه، حتى الفانيليا او طعم الفانيليا هو مستغني عنه. فبصراحه دي تعتبر من انظف التركيبات اللي عدت علينا في الحلقه دي، كقيمه مقابل سعر تاخد تكه زياده، بقدر ادي نوفي وانا مرتاح 9 من 10. سويزا قريب من موكو شويه، حس ان الاثنين نفس الشركه. مثلا شوكولاته مصريه 100 جرام ب 180 جنيه، لو قسناها بالجرامات فتعتبر سعرها اقل من موكو، وكاتب لك بقى من هنا بخط صغنون كده بيور بريميوم تشوكلت. مكوناتك ايه؟ رجعنا بقى للحته المحترمه تاني اللي كانت موجوده في وان. بادئ مكوناته زبده الكاكاو، كوكو ماس او كتله الكاكاو، وكاتب ان النسبه 40%، يعني قريب جدا من موكو. بعد كده السكر وفانيلين ولسيسين الصويا. بصراحه احترام وقت. الكومنت الوحيد اللي عندي ان هو مستخدم فانيلين مش مستخدم فانيليا طبيعيه، بس دي ممكن اللي يشيلها له ان هو بادئ او نسبه الكاكاو اعلى من السكر. ده غير ان نسبه السكر 20 جرام لكل 100 جرام، يعني 20%، دي تعتبر اقل نسبه سكر في الحلقه. فبصراحه كمكونات حبيته جدا، حاسس اني محتاجه اديه سنه زياده عن كل اللي فات، 9.5 من 10. ندخل على النوع قبل الاخير، اي او ان، شوكولاته اوروبيه بحته، مكونات محترمه، تقريبا المكونات هي ترابا، بنفس استخدام حته الواي بروتين في المكونات. نسبه الكاكاو اعلى سنه لانه هنا 31%، في ترابا كانت 29، بس الفرق ان الحجم هنا كبير جدا. الشوكولاته 200 جرام ب 240 جنيه، فتوقعي للشوكولاته دي هتكون شوكولاته لذيذه عشان الواي بروتين ودخوله مع اللاكتوز مع الحليب مع الشغل ده كله، فهتحس ان هي شوكولاته غنيه، قيمه مقابل سعر تعتبر كويسه جدا. لو انا بقارن بينها وبين ترابا اللي هي دي 8 من 10. نختم باغلى شوكولاته في حلقه النهارده. الشوكولاته دي هي الراعي الرسمي لاي عريس، اي حد لسه رايح يخطب جديد لازم يعدي يجيب له علبه من دي، طبعا لازم يكون عامل جمعيه قبلها بكام شهر عشان يدخل بقى قدام العروسه بقى وهو مالي مركزه كده وقدام اهل العروسه بقى وايه يفرد نفسه، مع ان من جوه ضد الحاجات دي الصراحه. مش الشوكولاته الباتشي اللي هتخليهم يحكموا عليه كدبابه، باتشي شوكولاته بالحليب 100 جرام ب 310 جنيه، ده وقت تصوير الحلقه، معرفش هي دلوقتي سعرها كام. فحضرتك انا لازم الاقي حاجه في المكونات ما جابتهاش ولاده، ولكن لما ندخل في المكونات من جوكس نلاقي ان مفيش اي طفره موجوده. زبده الكاكاو، حليب بودره كامل الدسم، سكر، كتله الكاكاو، لسيسين الصويا، ده حتى الفانيليا مستخدم فانيلين مش فانيليا طبيعيه. طب نسبه الكاكاو، النقطه الايجابيه والمختلفه عن كل اللي احنا جربناه ان نسبه الكاكاو هنا 42%، يعني اعلى من موكو ب 1%، ودي تعتبر اعلى نسبه كاكاو في كل اللي احنا جربناه منه. بس هل ده يخليني ادفع اكتر من ضعفين السعر في البار ده؟ انا كمنجوجو بصراحه لا، حاسس ان الموضوع معتمد اكتر على البراندنج والسمعه اكتر من ان انت تاكل شوكولاته مختلفه او فيها مكونات مختلفه عن كل اللي موجود فيها. السكر فيها 27%، ودي تعتبر نسبه محترمه جدا ونسبه قليله مقارنه بالانواع اللي احنا جربناها. الاقرب ليها كان سويزا في نسبه السكر، فلو انت سالتني الطعم هيبقى عامل ازاي هقول لك هتحس بطعم كاكاو محترم مش سكر بيخبطك وخلاص. اتوقع ان هي هتكون انعم شوكولاته موجوده في الحلقه عشان نسبه الكاكاو العاليه اللي موجوده، لكن في الاخر ما اظنش ان هي هتكون المفضله بالنسبه لي او الشوكولاته اللي انا اضحي بالسعر العالي قوي ده عشان ما اقدرش اديها تقييم وحش كنظافه مكونات، لكن اللي ممكن ينقصها شويتين هو السعر. 8 من 10. وبس كده، دي كانت مجموعه من اشهر انواع الشوكولاته بالحليب اللي موجوده، منها المصري والمستورد
المستورد، منها اللي موجود في مصر او في ايجيبت، وقدرنا نتعرف على المكونات ونعرف مين فيهم بيعمل انضف شوكولاته بالحليب في مصر. ولو سالت منجوجو على الترشيح النهائي بتاعه او ترشيحي انا الشخصي او انا ممكن اشتري ايه لو لقيته قدامي، ترشيحي الاول هيكون لوندر، ترشيحي الثاني لسويزا، واخيرا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان هو ده الدعم اللي انت تقدر تقدمه لاخوك وحبيبك المانجو. وعايزك تكتب لي في الكومنتات عايزنا نجرب ايه تاني او نجيب ايه ونفصصه، وما تنساش طبعا تشير الفيديو لكل عشاق الشوكولاته اللي في حياتك، واكيد استنوا الحلقه اللي هنجربهم كلهم فيها ونحكم عليهم من ناحيه الطعم. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.